10 يوليوز 1971. الليل، الصخيرات، عمر أوقف. ما بقيتش كنكبر وما رجعتش كنصغر، مليوح للريح وسما ما فيها نجوم، ما فيهاش أحلام الطفولة اللي كانت كتزينها في الليل. ما فيها والو، العدم. الناس اللي ماتوا ما ماتوش بالجوع، ماتوا بالحقد. الحقد كيضعف، كيبقى ياكل النفس من الداخل وكيقضي على المناعة. فاش كيجي الحقد للداخل ديالنا كيقتلنا. وهادشي تعلمتو في دراسة هرمومو. كان عقل على واحد الأستاذ كان بائس كئيب، عينيه صفرين، كيقطر منهم الحقد. واحد النهار ما جاش للمدرسة وقالوا لينا باللي دخل السبيطار وغيبقى واحد المدة طويلة. ما عرفتش شنو وقع ليه، ولكن وصلتنا الخبر ان شي وحده سحرات ليه من الجبل، كان اغتصب ليها بنتها. كيفاش ممكن ما نحقدوش وسط هادشي كامل اللي واقع لينا؟ كيفاش نكونوا حسن ونبل من هادوك الجلادين اللي ما عندهمش الوجوه؟ كيفاش نقدروا نتجاوزوا هاد المشاعر ديال الثأر اللي كاينه في الداخل ديالنا؟ فاش عرفت ان في الموتى الاولين كاينين اللي ماتوا غير بالحقد، عرفت باللي كانوا هما الضحايا الاولين ديالو. واللي دخل لي هاد الفكره لراسي كان هو رشدي الرقم 23، واحد الراجل اللي عمرها دار ترونكيل وذكي. ديما كنت كنقول انه دار غلط فاش اختار الخدمه ديالو. شنو جابيه للجيش؟ عائلته كبيره في فاس، بورجوازيه، ما عرفش شنو كيدير وسط الجيش. عائله غيكون كيبان لها ان الجيش كيمشيو ليه غير الفلاحين ولاد الجبال. عائله كان كتقري ولادها باش يوليو كبار موظفي الدوله ولا رجال اعمال. رشدي كان من هاد العائله، جا للجيش باش يحتج على والديه وينسى الاصول ديالو ويحيد الجذور ديالو ويبعد من تربيه شبه الارستقراطيه. بغى يتخالط مع الناس. انا وياه حسينا باللي الكوموندو اليف كيخطط لشي انقلاب عسكري. فاش وصلتنا الاوامر باش نركبوا الكاميونات شفنا في بعضياتنا وكانوا عينينا كيبريو، وقيلا بسبب الدموع ولا الخلعه ولا حيت غاديين في شي حاجه ما عارفين شنو هي النهايه ديالها. شفنا كاع ديك الهضره الطويله والمعزوله اللي دارت بين الكوموندو عطا دراعو اليمين. اما فاش تحركنا بقينا غير ساكتين. رشدي شعل كارو، بقيت كنشوف فيه، حسيت بيه بحال كيبكي.
كان مصدوم. فاش بغينا ندخلوا للقصر قال لي بلي غيستسلم. كان كيترعد، جات فيه قرطاسه لكتفو وهو يغيب. فاش عاودنا تلاقينا في حبس قنيطره قال لي بلي هو ما فاهمش اصلا علاش هو انا. كان كيقول بلي ما دار والو وبلي ديك الغلطه كانت غلطه كبيره، عيت ما نقنع فيه باش يقبل هذا الواقع وبلي ما عنده ما يبدل فيه، ولكن ما كان كيهدر غير على الثأر والانتقام. حتى هو دخل ليه الحقد اللي ما كيتشافى منه حتى واحد. كان بغى يقتل كل شيء، العساسة، القضاة، المحامين، كل شيء، كاع هادوك اللي كانوا سبابه في الحبس. وفاش حولونا لتازمان مارت ما طولش بزاف حتى تصدى وما بقاش عارف شنو كيقول، ولكن بقى فيه الحق. كان كيدفعو من الداخل، كياكلو، كيخليه يكون غريب علينا. ديما كنت كنعيط ليه ولكن ما كيجاوبنيش، غير الغوات بحال شي حيوان مجروح. حتى هو كان باغي الموت يجي دغيا، ولكن داكشي اللي ما وقعش. واحد النهار طلبت من واحد من العساسه يخلينا نشوفو واخا غير شويه، ولكن سمعنا خل ودنينا وحنا نديرو اضراب. درنا اضراب على الهضره، اعتصمنا في الحفره باش ما نبقاوش نهضرو وما نتحركوش، حتى النفس ديالنا نحسبوه باش ما يديرش الصوت. هادشي هذا حمق العساسه، وبداو كيغوتو ويضربوا البيبان ويحركوا في المكحلات ديالهم، ولكن واخا هكاك بقينا ساكتين بحال الموتى. السكات كيخلع، بداو كيخافوا. واحد العساس قال لهم يلا نمشيو من هنا، راه هاد البلاصه واقيلا مسكونه، راه شفت فيها واحد الجن عينيه كيبريو، يلا نخليو هادو بوحدهم مع الجنون، راه تا هما من السلاله ديالهم، هربوا مخلوعين. اما حنا بقينا كنغوتو وفرحنا بزاف. ما شفتش رشدي قبل ما يموت، والعساس اللي جا باش يدير كونسطا على الموت ديالو تخلع بزاف. فاش قرب ليه الضو رجع اللور، طلق واحد الغوته وهرب. بدينا كنجرو شويه البوله بالعصا الشطابه، ولكن ما قدرناش. جا واحد العساس اخر وينيش عليا انا والحسين باش نغسلو الميت وندفنوه، ولكن هذاك الشيء خصو يكون غير بالليل. العساس كان سميتو مفاضل. فاش كنا كنغسلو جا عندنا ويقول لنا المره الجايه اللي غتبغيو ديروا فيها الاضراب غنطلقوا عليكم العقارب، وديك الساعه غنشوفوا شكون هو الجن الحقيقي، واش نتوما ولا انا. يلا لوحوا هاد الزبل في الحفره. بصوت واحد جاوبناه بتلاوه الفاتحه ولا صور القران، ومشاو العساسه كيدفعوا فينا الحفره بالجهد، ومفاضل بدا كيبول. داكشي اللي قال لينا الضابط خلى كريم ما ينعش في الليل، تخلع بزاف. كنا كنسمعوه وهو كيبكي من السيلوله ديالو. نصحتو باش ينعس ولكن ما قدرش. مع الفجر قال لنا راه الخمسة هادي، فيقوا، راه صلاة الفجر يا المؤمنين يا مسلمين، فيقوا ما تأخروش الصلاة. شوية قال لنا ما ترجعوش تنعسوا اخوتي، ردوا بالكم راه الصيف هذا. وقال لنا التاريخ والساعة بالضبط، وقال لنا بلي هاد الوقيته هي الوقيته ديال العقارب، خصنا نوقفوا ليها، خصنا نكونوا راجل واحد. انا ديك الساعه وليت خبير في هادشي ديال العقارب، كنعرفها كيفاش كتحرك والصوت اللي كدير، واش من حراره كتلسع، وفين كيعجبها تخبى، وكيفاش كتخدع اللي بغات تعضو. هادشي كامل عرفتو غير في الحفره في الظلام. واخيرا بانت واحد العقرب، ما جاتش بوحدها، الضابط هو اللي جابها ودخل علينا الحفره. هادشي كنت متيقن منه، ولا
كيفاش دوزنا 5 ديال الصيفيات وما شفنا حتى شي حشره، ولكن كيفاش قدر يدير هادشي؟ حيتاش ما يمكنش يتجمعوا ويخرجوا قرار بانهم يجمعوا العقارب ويطلقوهم علينا في الحفر. هادشي دارو غير راسو، كان كينتقم منا حيت دوك اللي فوق منه نفاوه في هاد البلاصه باش يعز علينا، يعز على وحدين محكومين بالموت البطيء. هذا ما كان. نتلاقاو في الحلقه الجايه ونكملوا هاد ستوري. تهلاو.